تعالى كده رايق، جرب تصور فيديو. اول مرة يطلع الميكروفون ما بيصورش، تاني مرة الكاميرا تفصل. يعني الفيديو ده حرفيا اكتر فيديو انا هتعب فيه. يلا بينا نخش على موضوع الحلقة. زي ما انت قريت من عنوان الفيديو، احنا هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها زون المرقعة. طيب ايه هي زون المرقعة دي يا سيدي؟ بكل بساطة انك مكسل انك تقوم من على السرير، مكسل تقوم من على الكنبة. الريموت بينك وما بينه مترين، وانت مترين ايه، بينك وما بينه 2 سنتي، وانت مكسل انك تمد ايدك تروح تجيبه. هي دي زون المرقعة بكل بساطة. تعالى نعدي الانترو بتاع الفيديو ونكمل كلامنا. زون المرقعة ايه هي بكل بساطة، او ايه هي عموما؟ هي يعني بص، الكسل بس ليفل الوحش. هو ده كلنا مرينا بالموضوع ده، وحرفيا في ناس بتتفرج على الفيديو ده وهي فيها دلوقتي. هو بيتفرج على الفيديو مفرد لي جسمه على السرير ولا على الكنبة، وبيتفرج فاهمني انت، ورافع لي الموبايل كده في ايده. هو مكسل اساسا انه يقوم. انا واصل لك؟ يعني هو مكسل حد يناوله كوبايه الميه، ممكن يكون نادى على اخوه الصغير ولا اخته الصغيره تروح تناوله كوبايه الميه. يعني دي حاجه انت ما تستبعدهاش. طيب ايه هي حلها؟ هو عموما في ناس كتير اساسا اتكلمت عليها فعلا، بس قليل قوي اللي شرحها بالتفصيل واللي قال حل ليها. هحاول ان انا ابسطها على قد ما اقدر في الفيديو، وهحاول ان انا اوصل لك المعلومه باسهل طريقه ممكنه. بس طبعا لو لسه اول مره تتفرج عليا، متنساش لايك الفيديو وتشترك في القناه وتكتب لي تحت في الكومنتات عايز الحلقه الجايه تكون عن ايه. الكومنت بتاعك هيظهر معانا في الفيديو. تعالى كده ندي مثال الاول. انت في اوضه ما بين 4 حيطان زي اللي انا قاعد فيها. مفيش في الاوضه دي ولا موبايل ولا تلفزيون ولا لابتوب ولا اي حاجه. كل اللي موجود فيها ترابيزه عليها كتاب. طبعا يعني نسبه انك تمسك الكتاب وتقراه كام في المية؟ بص انا مش هقولك 100%، بس انا كسويل ممكن اقولك 90%. انك تمسك كتاب ده تقراه، تمسك كتاب صفحة ورا التانية، جزء ورا التاني، هتلاقي الوقت بيضيع منك زي ما انت عايز. بس قريت كام صفحة من الكتاب؟ في اللي ممكن يقرا جزء، في اللي ممكن يقرا نص الكتاب، في اللي ممكن يخلص الكتاب كله. في ناس بتخلص فعلا كتاب في عادي خالص، دي مش حاجة صعبة. طب تعالى ايه نصعبها شوية. لو في الأوضة دي تلفزيون وجنبك الريموت وجنبك الكتاب، نسبة انك تمسك الكتاب ده كام في المية؟ فكر في كده فيها شوية. هقولك 70% للتلفزيون و30% للكتاب، وممكن كمان تقل عن كده لنسبة الكتاب. لان انت اساسا بقى عندك التلفزيون، انت مستني ايه؟ انت محتاج ايه اكتر من كده؟ طيب تعالى بقى ايه نصعبها شويتين تلاتة. لو حطينا قصاد تلفزيون وقصاد الكتاب الموبايل بتاعك، نسبة انك تمسك وتقرا الكتاب ده كام في المية؟ وقف كده الفيديو شوية واكتب لي تحت في الكومنتات هتبقى كام في المية. انا هقول لك معلومة. لان انت اساسا بقى عندك كل حاجة اللي هي اساسا المشتتات الطبيعية بتاعت لاي بني ادم في الفترة بتاعتنا وفي الزمن بتاعنا ده، اللي هو التلفزيون والموبايل. ده اذا ما كانش فيه كمان اللابتوب مكان التلفزيون. هتقول لي طب انت عايز توصل لي ايه بكده؟ عايز اوصل لك ان هي دي الحاجات اللي بتضيع لك وقتك. طيب ايه حلولها؟ احنا نمسكها حاجة حاجة. بالنسبة للتلفزيون، لو انت في اوضتك وراك حاجات اصلا انت المفروض تخلصها، يا تغطي التلفزيون ده لو هو متعلق، او انك تشيله وتطلعه بره الاوضه خالص. ابعده عنك، ابعده عن نظرك، ابعده بص يعني ايه، ابعده عن يعني اللي هو ايه، انك ما تلمحوش. انا مش عايزك تلمحه، افصله خالص. انت كده فاصله اساسا المفروض ومطلعه بره، فاهمني انت، او مغطيه. فانت زي لو انت فعلا في زون المرقعه وفي الكسل، قمه الكسل دي، انت هتكسل اساسا تقوم تحط الفيشه. هتقعد تخلص شويه من اللي عليك، تخلص اذا كانت مذاكره او شغل. انت لازم تنظم البيئه اللي انت عايش فيها. ما بتقراش حط كتاب في كل حته انت بتروحها، اذا كان الليفينج روم، اذا كان في اوضتك، اذا كان في الحمام شخصيا، فاهمني انت. في الافلام الاجنبي القديمه كانوا بيحطوا مجلات في الحمام، ان لو واحد يعني مسألته صعبة حبتين فاهمني انت ومطول جوه، بيحط له مجلات انه يضيع فيها وقت. انت حط كتاب، ده هيساعدك قوي. ما دام عندك كتاب هنا وما دام عندك كتاب هنا وما دام عندك كتاب هنا، هتلاقي نفسك وانت معدي الكتاب ده، انا اشتريته بس نسيت اللي انا اقراه، هتمسكه هتبدأ تقرا فيه. هو ده الحل، انك تنظم البيئة اللي انت عايش فيها. طيب
خلصنا من موضوع التلفزيون. طب بالنسبه للموبايل يا عم سهيل، صعب انك تتنازل عن الموبايل ده. في ناس، الناس بدات يعني وصلت ان احنا ماشيين في الشارع ماسكين الموبايل عمالين نسكرول فيها. في ناس عملت حوادث انها بتعدي الطريق وماسكه الموبايل عماله تشات. الموضوع وصل لليفل يعني صعب اللي احنا نتخيله. على قد فرحتنا بالتكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها، على قد ما زي ليها ايجابيات ليها سلبيات وعيوب تودينا في داهيه. حله ايه؟ هقول لك ودي الموبايل ده لابعد حته في الشقه عندكم. شوف انت فين، تمام؟ اذا كانت اوضتك في اخر الشقه، روح انت اخر الشقه وسيب سيب الموبايل بتاعك في اول الشقه. اعمله سايلنت، اطفيه خالص، اعمله اير بلان. المهم ان الموبايل ده ما يوصلكش منه اي تنبيهات ولا نوتيفيكيشن ولا اي حاجه. احنا بقينا عاملين زي يعني زي الدوج او زي الكلب، فاهمني انت، اللي بيترن له صاحبه بالجرس او بيصفر له بقى بيجري عليه. ده دلوقتي بقى المثال اللي ما بيننا وما بين الموبايل. فزي ما قلت لك، الموبايل اطفيه، حطه في اخر الشقه وخليك انت في الناحيه التانية الاخر التاني. هتقعد تخلص الحاجات اللي وراك ان شاء الله لو ساعه واحده بس انك تبقى بعيد عنه، تخلص جزء من اللي عليك، ترجع تفتحه تسكرول شويه تشوف مين اللي بعت لك مسج على الواتساب ولا على الماسنجر او على الانستا، فاهمني انت، ترد ده اذا كان اصلا في حد متابعك، فاهمني. شد الجوان يا محمد وادعي لي ربنا ياخدني. ترد عليه، تطفي الموبايل زي ما كنت، ترجع تكمل الشغل اللي وراك. مفيش حل تاني. هتقولي بس انا ما بستريحش، ما بعرفش اخلص شغلي في الشقة، يعني ولاد اختي دايما عندي، ولاد عمتي مش عارف مين دايما عندي في الشقة وما بعرفش ان انا اخلص شغلي. هقول لك لم حاجتك وتفضل تنزل على الورك سبيس او تنزل على اي كافيتيريا هادية عندكم في تحت البيت، تخلص شغلك وفيها. ما دام انت في مكان عام كده هتخلص شغلك. وما تاخدش حد من صحابك من اللي هم بتوع البلاي ستيشن، فاهمني انت، او اللي هم بتوع ايه قاعد على القهوه. بلاش الناس دي. الناس دي هتاخد تجر معاك في الكلام، فاهمني انت، هيضيعوا الوقت ولا كأننا عملنا اي حاجه. هو ده الحل، تنزل تقعد مع نفسك، تخلص الشغل اللي عليك وتاخد بعضك وتطلع بس. طيب كده احنا ايه، خلصنا من الموبايل، خلصنا من التلفزيون، وعرفنا ازاي تنظم البيئه اللي حواليك. هديك معلومة كمان. لو انت ايه وصل يعني، طبعا بما انك في زون مرقعة فانت بتكسل اساسا انك تنزل تروح الجيم. الحل بكل بساطة، شوف حد من صحابك او شوف مين جيرانك، حد من جيرانك بيروح الجيم ده، شوف الوقت بتاعه ايه، اظبط وقتك مع وقته. مادام الجيم بالذات مش محتاج تمرين فردي، بيبقى محتاج تشجيع. مادام في واحد صاحبك معاك في الجيم بيروح معاك الجيم، هيبقى في تشجيع، الموضوع هيبقى فيه جر، فاهمني انت، حاجة بتجر التانية. وحاول انك كمان تساعده في الحوار بتاع تنظيم البيئة ده وبتاع قراية الكتب والبعد عن التلفزيون والموبايل. يعني انصحه انه يسمع الفيديو ده ويقول رأيه في ايه فيه. اعملوا النصايح دي او اعملوا باللي انا بقولك عليه ده. ويا سيدي حتى لو مستفدتش حاجة، اهو ديك جربت. انا عايزك بس انك يعني تجربها لمدة يوم واحد. يوم واحد اعمل اللي انا بقولك عليه ده. ابعد عن الموبايل، ابعد عن التلفزيون، حاول كده زي ما قلت لك كل ساعة انك تمسكه بس 5 دقايق، فاهمني انت، تسكرول شوية او ترد على المسجات وترجع للي انت كنت بتعمله تاني. هيفرق معاك في وقت، هتلاحظ الوقت الكتير اللي كان بيضيع منك. هيفرق معاك في مذاكرتك اذا كنت بتدرس، هيفرق معاك في شغلك، هيفرق معاك انك هتلاقي وقت للجيم وللكورسات اللي انت منزلها على اللابتوب ومبقتش بتاخدها، وانك اصلا فاكر نفسك انك مستني اللابتوب هو اللي يحسن من نفسه عشانك. الموضوع في الاول بيبقى صعب، بس الموضوع بعد كده هيبقى اسهل. زي ما انا كنت بحكي في الفيديوهات اللي قبل كده، الوقت مهم قوي. الوقت ما بنحسش بيه غير لما بيضيع مننا. الواحد فينا ما بيحسش بقيمة الحاجة غير لما بتضيع من ايده. ولو انت ما تمسكتش اسهل حاجة تحت ايدك دلوقتي، انت هتندم عليها بعدين مهما كانت الحاجة اللي ضاعت من ايدك. حس بقيمة الحاجة اللي تحت ايدك، حس بقيمة وقتك، حس بقيمة شغلك. هتعرف معنى الكلام اللي انا بقوله ده لما تجرب اللي انا بقولك عليه ده. ما تضيعش حاجة من ايدك. بس ده كل اللي كان عندي اقوله لك النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش لايك الفيديو زي ما قلت لك، تشترك في القناة وتكتب لي تحت في الكومنتات عايز الحلقة الجاية تكون عن ايه. الكومنت بتاعك عايز معانا في الحلقة الجاية. وقول لي ايه رايك في الكلام اللي انا بقوله ده. ولو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت تخش تتفرج عليها وتقول لي برضو رايك فيها ايه. ببقى مستني دعمكم الفتره دي. وبس كده، اشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.